السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم توقعات جديدة لحلقة جديدة من المسلسل منزلي. وهنسمي التوقعات بالمواجهة. المواجهة اللي هتدور ما بين مهدي وزينب بعد ما شاف الصورة اللي بتجمع ما بين زينب وفاروق وهو بيقبلها. ولكن الصورة دي ملفتة، يعني تثبت ان فاروق ده مش اخو زينب زي هما ما خدعوه، كذبوا عليه وقالوا له ان هو اخوها مش شقيقها. ولكن طبعا هنا هيكون مواجهة صعبة ما بين مهدي ويقول لها لازم تعترفي لي بالحقيقة ان الصورة دي ما تثبتش ان ده اخوكي. ولكن طبعا زينب هتكون ملبكة في الاول ومش عارفة ترد عليه. بس في الاخر هيجي ابوها اللي هو طبعا مش ابوها الحقيقي، لما هيسمع زعائهم وهيعرف ايه المواجهة اللي ما بينهم وهيعترف له ان فاروق دوت كان خاطبها وخطبها قدام الناس، وكان هما قربوا يتجوزوا بعد امتحاناتها على طول. ولكن انت وجودك خرب الدنيا وخلى زينب تسيب فاروق. هنا مهدي هيسيب المكان وهو متعصب جدا وهياخد والدته واخواته وهيمشي. ولكن هنا بقى هتكون في مواجهة تانية ما بين مهدي وفاروق اللي هيديله علقة سخنة فيها لما يعرف ان هو جه وعايز يخرب الفرح او يوم الزفاف ذات نفسه والليله اللي حصل فيها الخناقه. لكن هل فاروق هيسكت لمهدي؟ لا، هيبتدي يدور عن ماضيه وعن كل حاجه تخص حياته، وهيوصل لجلال اللي هو في مشاكل ما بينه وما بين ابوه اللي هو في السجن، وعن طريقها يبتدي يتعاون فاروق مع جلال وهيبتدوا يخربوا حياه مهدي. وهيبتدي من هنا يلعب لعبته علشان يدمر العلاقة الزوجية ما بين مهدي وزينب أو يطلقها منه علشان ترجع له. هل مهدي هيستسلم لفاروق وأفعاله؟ أكيد لأ، لأن هو أساسا إنسان غير طبيعي، يعني أي حد يلمس أي حق يمسه بيتعصب ويدمره. دي توقعات الحلقة الجديدة، أشوفكم على خير وأقول لكم إلى اللقاء.